السؤال الذي يجول بكل ذهن مشجع برشلوني في الوقت الحالي: هل برشلونة مستعد لمواجهة دوري أبطال أوروبا؟ هل مستعد للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بخروج ديمبيلي، بخروج بوسكيت، بخروج ألبا، بخروج الوحش فرانك كيسيه؟ بالنسبة لي وبتجربتي الكروية المتواضعة أظن بأن برشلونة ليس مستعدا حاليا لمواجهة دوري أبطال أوروبا. يستطيع المنافسة على الدوري، لكن في منافسات دوري الأبطال لا أظن بأنه مستعد على هذه الملحمة القادمة. أما بالنسبة لخروج ديمبيلي فهذا مشكل كبير وكبير وكبير جدا. يجب تعويض ديمبيلي بلاعب سوبر، أقصد سوبر وليس رافينيا. جمهور برشلونة قد سئم من رافينيا، قد سئم من توريس، قد سئم من أنسو فاتي، مع أني ألاحظ أن توريس في تقدم ملحوظ حاليا. توريس يحاول أن يطور من نفسه وهذا ما أتمناه في الموسم القادم. لا أريد خروج توريس، لا أريد خروج أنسو فاتي، أريد أن أرى أقوى مستويات هذين اللاعبين. أما إذا فعلتها برشلونة وأحضرت لك برناردو سيلفا فسوف تأخذ الأبطال بعينك مغمضتين، لأن برناردو سيلفا إذا شكل لك ثنائية مع صديقه القديم غوندوغان، وغوندوغان حاليا مشكل ثنائية رائعة مع بيدري، سوف يصبح لديك ثلاثة لاعبين تكتيكيين رهيبين في أرض المباراة. بعدها سوف يتحكم لك تشافي في رسم اللعب كما أراد، وسوف يلعب لك التيكي تاكا كما يحب، وسوف يقضي على جميع الخصوم التي تراها صعبة. ريال مدريد لم يعرف في وجه برشلونة إذا لعب له برناردو سيلفا. لا السيتي ولا مانشستر ولا بايرن ولا اليونايتد، لا أحد قادر على إيقاف برشلونة إذا أتى إليه برناردو سيلفا. برشلونة لكي يعود إلى المنافسة على دوري أبطال أوروبا يجب عليه تعزيز 3 مراكز ملحوظة في تشكيلة نادي برشلونة. أول مركز ملحوظ جدا هو الظهير الأيمن، واللاعب الذي أظن شخصيا أنه يستطيع تعويض داني ألفيش في ذلك المركز هو جواو كانسيلو، لاعب رائع وأظن بأن برشلونة سوف تتعاقد معه في هذا الموسم. المركز الثاني الارتكاز، اللاعب الذي أظن بأنه سوف يعوض بوسكيتس في هذا المكان والمتوفر في السوق الحالي هو اللاعب دي بول. والمركز الثالث هو الجناح الأيسر، أكثر لاعب مطلوب عند جمهور البارسا ومطلوب من الإدارة البرشلونية هو جواو، لاعب رائع مهاري لديه الجودة، ينقصه شيء واحد هو بعض الأخلاق الإدارية مع المدرب. برشلونة أكثر فريق تعرض إلى هجمات في هذا السوق، حاول التعاقد مع ليونيل ميسي وكان الطرفين متفقين وكادت الصفقة أن تتم. بعدها دخل إنتر ميامي بصفقة مغرية مالية قوية جدا فضم إليه الأسطورة ليونيل ميسي. بعدها حاول معالجة الأمر والتعاقد مع الوحش نيمار. بعدها دخلت الهلال بمحاولة مالية إغرائية جدا للاعب نيمار فأغروه بالمال وأخذوه إلى الدوري السعودي. بعدها حاول تعويض أسطورته بوسكيت باللاعب بروزوفيتش فدخل النصر بصفقة مالية قوية جدا ثم ضم إليه بروزوفيتش. هل تظن بأن الفريق مر من كل هذه الصدمات وسوف يعالج بسرعة ويعود إلى المنافسة على الصفقات الأخرى؟